ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله يا حبايبي إحنا النهاردة هنعمل 4 كيلو بسكويت. البسكويت كل كيلو عليه ربع كيلو سمنة وربع كيلو سكر. أنا حطيت السكر أهو وهحط السمنة. حطيت لل4 كيلو دقيق، حطيت لكل كيلو دقيق ربع كيلو سمنة وربع كيلو سكر. طبعا احنا حطينا السمنة مع السكر ودوبناهم كده زي ما انتم شايفين كويس. وانا جايبه لكل لل4 كيلو لكل كيلو 3 بيضات. بصوا يا جماعه، في فانيليا طالعه جديد بالبرتقال بتخلي طعم البسكويت خطير. هحط طبعا انا حطيت عليها طبعا 4 بواكي فانيليا عاديه، واحط دلوقتي الفانيليا اللي هي بنكهه البرتقال هنحطها كده باذن الله. ريحتها بقى بص بسم الله ما شاء الله عليها جميله، ريحتها حلوه قوي قوي قوي. احنا ضربنا الفانيليا مع البيض والسمنه. هنبدا بقى نحط البيض كده، نقول بسم الله. طبعا انا حطيت البيض اهو، كسرته وحطيته. ان شاء الله البسكويت ده يا جماعه يعتبر بسكويت ان شاء الله اقتصادي وهيبقى جميل جدا ان شاء الله. هنبدا بقى ندعك البيض مع السمنه والسكر زي ما انتم شايفين كده. طبعا هنقعد ندعكه كده يا جماعه في بعضه كده لحد ما ان شاء الله ايه المكون بتاعه يتخلط كله مع بعضه. بص يا حبايبي انا عملت ايه، بص اهو ما شاء الله. حطينا البيض على السمنه، حطيت طبعا زي ما انا هقول لكم تاني. الكيلو الدقيق عليه 3 بيضات وعليه ربع كيلو سمنه وربع كيلو سكر. هبدا كده بقى اسمي الله واحط الدقيق. نقول بسم الله. بس انا حطيت كده الدقيق وحطيت عليه البيكنج باودر، وهبدا بقى ابصه زي ما انتم شايفين كده. هبدا ابصه كده. طبعا انا ما حطيتش الدقيق كله، حطيت شويه بشويه، حطيت شويه. وهبدا بقى احط الباقي تاني اللي باقي نص دقيق وحواليه، وبحط النص التاني اهو زي ما انتم شايفين كده. طبعا بندخله لازم الدقيق يتنخل زي ما انتم عارفين. نخلت الدقيق اهو وهبسه بقى كويس، ولما بسه ان شاء الله هوريهولكم كده يا جماعه. احنا بسينا البسكويت زي ما انتم شايفين اهو ما شاء الله عليه اهو. هنبدا بقى نحط النشادر. طبعا انت النشادر دي بتقول لازم تروح لبتاع العطاره وتقولي له هعمل قد مثلا 3 بسكويت 4 بسكويت. انا قلت له هعمل 4 بسكويت راح مديني دول. طبعا احنا بنحط عليها اللبن كده زي ما انتم شايفين. انا جايباه لل4 كيلو، جايبه لهم كيلو لبن. هنحط طبعا شويه شويه ونشوف العجينه ايه اهو. دوبناها زي ما انتم شايفين كده، وهنحط ونبس تاني، نعجن العجينه تاني ونشوف لو عايزه لبن تاني هنحط لها. كده هي عايزه لبن تاني هحط لها لبن تاني اهو يا جماعه. طبعا احنا حطينا الكيلو اللبن كله، وهنلمها كده ونشوف لو عايزه لبن تاني برضو العجينه هنحط. هنعجنها بقى ونوريها لكم. العجينه اهي بصوا ملبن ما شاء الله عليها اهي. هنبدا بقى نقطعها، هسيبها بس تستريح شويه. بصوا يا جماعه انا كده خلصت العجينه اهو، وهبدا احطها في المكنه ونقطعها. هنقول بسم الله. بصوا الحلاوه والجمال عامل ايه، بصوا ما شاء الله. البسكويت اهو ما شاء الله عليه. بصوا يا جماعه البسكويت ما شاء الله عليه ازاي حلو، بسم الله ما شاء الله جميل ازاي. حطه بقى يستوي كده.
الله على البسكويت، بصوا عامل ازاي، الله اكبر. بصوا يا جماعه، بصوا ما شاء الله عليه ازاي. بصوا ناعم وحلو ازاي، بصوا عامل ازاي. بصوا ما شاء الله عليه اهو. متنسوناش بقى يا جماعه في اللايك والاشتراك في القناه عشان يوصل لكم منها احلى جديد. ادي عمايل البسكويت، وبسم الله ما شاء الله اقتصادي جدا وحاجه جميله جدا جدا. والف هنا والشفا لينا وليكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.